لازم ندي المدرس مرتبات كويسة لأنه بياخد ملاليم. أحمد موسى يدافع عن المعلمين في منظومة التعليم. أكد الإعلامي أحمد موسى إنه لا بد من القضاء على الدروس الخصوصية لإصلاح منظومة التعليم، ولا بد من تأهيل المدرس وتوفير مرتبات مجزية له. وأضاف إنه لا بد من إلزام حضور الطلاب في المدارس بنسبة 85% وتشجيع الطلاب للذهاب إلى المدارس لإصلاح منظومة التعليم. وانفعل أحمد موسى قائلا: هناك أزمة في منظومة التعليم ولا بد من حلها في أسرع وقت، موضحا إنه بدون مراعاة المعلم لن يكون هناك إصلاح في منظومة التعليم. وتابع: علشان نحل أزمة التعليم لازم ندي المدرس مرتبات كويسة، ده بياخد ملاليم يا جماعة. لو عايزين تعليم صح لازم ندي المدرس فلوس، لازم نراعي المعلم في الأول علشان يقدر يروح المدرسة مرتاح ويبقى ليه نفس يقعد فيها لحد بالليل طالما بياخد مقابل كويس. وتساءل: هل الطلاب الآن لديهم ثقافة احترام المدرس؟ مشددا على ضرورة تأهيل المعلم وتوفير مرتبات مجزية له للقضاء على الدروس الخصوصية. وتابعونا ليصلكم كل ما هو جديد. كان معكم بسمة مجدي.